راهو جاي العيد وعندكم تحكموا الكرومه تاع الخروف ديروهاش خاشخ ومروقي. شوفي ديريها لهم بهذه الطريقه، حمريها لهم في لاكوكوط راحين يهبلوا عليها. وثاني حنشارك معكم حميص اكسبريس بزاف بنين وبزاف هايل. نخليكم مع المقادير. نجيبوا اي مورسو تاع اللحم، انا هنا استعملت الكرومه، تقدروا ديروا الفخذ ولا تقدروا ديروا مرصوات صغار. درت فيهم ثقبات بالموس ونحكم ندير في وسطهم الثوم، يكونوا حبات صغار ولا حكموا حبه كبيره قطعوها ولوحوهم، راح يمد ذوق ما شاء الله للحم، يجي منكه لداخل بريحه الثوم ويجي بزاف بنين. وفي التوابل درت الملح، وزدت رشه صغيرونه تاع الفلفل الكحل، ودرت رشه مليحه تاع الفلفل الاحمر، هو راح يعطيله تحميره هايله، تقول حمرتوه في الفور وهو طايب غير في لاكوكوت. كثروا شويه الفلفل الاحمر، ورشه صغيره تاع اكليل الجبل يمد مذاق هايل للحمله، ما عندكمش ما ديروهش. وندهن اللحم مليح بهذوك لي زيبيس، وزيدوا ملحو شويه في الجوانب باش ما يجيش مسوس. في لاكوكوت درت شويه برك تاع الزيت ونلوح هذاك اللحم، وعندكم يلصق لكم ديروا نار تكون متوسطه، وبقاو تحركوا فيه بما يلصقش، منها يدينا تحميره مليحه كيما راكم تشوفوا. وتبقاو تقلبوا فيه حتى تحصلوا على هذا اللون الذهبي، يعني غير نقليوه هذا مكان وقليوه في الجوانب كامل. جبت نص فنجال تاع الماء، هذا مكان باش نتحصلوا على ديك لافابور باش تغلق لنا لاكوكوت، هذا مكان. درت هذاك الفنجان تاع الماء وغلقت ثمثم كيما شفتوا هنا راهي غلقت. نقص الغاز نديرها على نار تكون قليله باش ما يتحرقش هذاك اللحم، وخليه يطيب مده ساعه كامله. ما تقوليش بزاف لانه المورسو تاع اللحم راه كبير بزاف، لازمو الوقت. وشوفوا بعد ما فتحت لي بعد ساعه كيفاه طلق هذا الماء كامل، نزيد نقلبو على الجهه الثانيه ونعاود نغلق عليه لمده ساعه واحده اخرى، يعني يطيب لنا في ساعتين. هنا نديروه ثاني على نار تكون قليله ونخليوه يطيب. نجيو نحضروا الحميص اللي يكون اكسبريس ويجي بزاف بزاف بنين. في مقله درت شويه زيت وحكمت حبه فلفل، رحيتها في الاشوار، تقدروا تقطعوها ثاني مربعات صغار. نقليه شويه برك، وزدت حبه طماطم رابيتها ثاني نضيفها، ونزيد فص تاع الثوم. يعني هذا الحميص ما كانش فرق بينه وبين المشوي، يعني فرق صغير تاع ريحه الشوا هذا ما كان. وندير غير الملح، انا ما ندير لا فلفل كحل لا طماطم البيض لا والو، غير الملح. نخلط هنا راه ديجا طاب، زدت له نص فنجان تاع الماء باش ما يجينيش ناشف، ونغلق عليه ونخليه واحد 5 دقائق يتكتك. هذا مكان هنا الحميص ديجا راهو واجد في 10 دقائق توجديه ويجي بزاف بنين. هنا اللحم بعد ما فات ساعة واحدة أخرى فتحت عليه، كان طاب زبدة. هنا شوفوا الحميص اللي درتو قبيل كيفاه جا بزاف بنين، جربوا بهذه الطريقة راح يجيكم يعني من أسهل ما يكون. وشوفوا لي اللحم كيفاه جا طايب ما شاء الله، يجي يعني يذوب ذوبان. تقدروا ترافقوا مع لي فريت ولا كيما تحبوا ولا مع سلطة. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، جربوها، نأكد لكم عليها وعلى الحميص. وبالسلامة إلى فيديو قادم.